يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، جاي اتكلم معاكم النهارده شويه كده عن ماتش الاهلي وفلومنسي امبارح واللي حصل، وايه سبب ان الاهلي يلعب شوط قوي جدا والشوط التاني ينزل مش موجود اساسا. هي حركه واحده عملها امبارح كولر، هي دي اللي غيرت كل حاجه. تاني حاجه، في حاجه تانية كده ظهرت في لعيبه الاهلي بشكل عام برضو هنتكلم عليها خلال الماتش، فهنحلل الماتش كده بشكل سريع. اول حاجه، الاهلي لعب او نزل بالشكل العام اللي بيلعب بيه اللي هو 4-3-3. فلومينسي نزل ب 4-2-3-1، الفرقه او الطريقه اللي هو كان بيلعب بيها. فلومينسي عمل الشوط الاول حاجه وغيرها خالص الشوط التاني، لما الاهلي عمل حاجه تانية كان ناتج عن ان هو يغير الليله دي كلها. طيب خلينا نبدا كده، ان الاهلي بدا زي ما قلت لك 4-3-3 وفلومينسي كان بادئ 4-2-3-1. خلينا نقول ان فلومينسي ساب الكره للاهلي الشوط الاول كله وقعد ورا. طب هل ده كان حد من خطوره النادي الاهلي خالص بشكل عام؟ لا بالعكس، الاهلي كان راح بكور كتير جدا. الاهلي كان عنده ثلاثه في اسوأ حالتهم، وهم الثلاثه بتوع خط الهجوم، اللي هم حسين الشحات وبيرستاو وكهربا. شحات كان فايق بس كان عنده انانيه غير طبيعيه، معرفش ليه امبارح. لكن بيرستاو عايز يجري والسلام، وكهربا على قد ما هو كان بيباصي امبارح بس كان الفينش بتاع كهربا من زمان قلت لكم يا جماعه كهربا ناقصه الفينش بتاعه وحش جدا جدا جدا، الفينش بتاعه مش موجود. فيبدا الاهلي يمسك كوره، يبدا الاهلي يلعب، وهو ما كانش فلومينسي كان زي ما قلت لك كان سايب لك وكان بيقابلك من نص الملعب، وما كانش بيضغط على الاثنين السرد باكات بتوعك. الشوط الثاني كان بيضغط ضغط عالي جدا على السرد باكات بتوعك وبانت قوي في اول الشوط. خلينا نبدا بقى، ان الاهلي كان بيحضر كوره عادي براحته جدا وبيبدا ينزل له، سواء حسين الشحات يستلم فيطلع معلول في ظهره فتبتدي تلعب اللي هي الكوره دي اللي هي بتلعب سواء بقى من عبد المنعم او من ياسر ل... لحسين او لامام، فبينزل له حسين فبيطلع من وراهم معلول، او الناحيه التانية كذلك ان بينزل مروان بيستلم بياخد منه بيرستاو وبيطلع من وراه محمد هاني. دي كانت اللعبه اللي الاهلي بيلعب عليها دايما، ودايما كان بيخترق من الحته دي، او ان هو كان بيلعب من ايه، الكور الطويله اللي كانت لعبت كذا مره لكهربا. وبيرستاو اللي ضيع منهم كتير قوي، وحسين شحات بانانيته شويه. طيب خلينا نرجع بقى للنقطه التانية. الاهلي فضل يضغط على الاثنين السرد باكات، والاهلي ما كانش سايب مساحه للاربع باكات بتوع فلومينسي انه يلعب كوره. والدليل على كده ان الاهلي في جزء من الشوط الاول كان بيضغط بست لعيبه او خمس لعيبه قدام، يعني بيقابل خمسه بخمسه، كان بيروح دايما بخمسه عليهم. وكانت ميزه في الاهلي من اول ماتش اتحاد جده ان دايما اللعيب اللي بيبقى معاه الكوره ما بيسيبش عليه واحد او اتنين، لا بيروح عليه واحد واثنين وثلاثه، فتلاقيه طول ما هو بيعدي من واحد بيقابل التاني في ظهره، طب عدى من التاني بيقابل التالت في ظهره، فكده كده كان بيبقى عندك تكتلات كتيره جدا في كل منطقه في الملعب، في كل مركز من مراكز الملعب. فالاهلي كان عارف يفرض الاسلوب ده قوي على في الشوط الاول، بالاضافه ان فلومينيزي زي ما قلت لكم كان سايب الكوره للاهلي وراجع لورا. الاهلي ما عرفش بقى يستغل الفكره دي بالكور اللي جات له، بكميه التضييعات اللي ضيعوها في الشوط الاول مش طبيعيه. يخلص الشوط الاول 0-0 بنفس الفكره، ان الاهلي بيلعب بفكره او فكرتين، ان انا بجمع لعب والعب الطويله هنا او هنا، او ان انا بلعب على المرتدات، او ان انا زي ما قلت لك بلعب واحده لمسه ولعبه وبطلع الايه الباكات بتوعي ان هما بيلعبوا عرضيات. فضل يلعب على الفكره دي لحد ما خلص الشوط الاول، وكذلك فلومنسي قاعد ورا ومستني يبدا الشوط الثاني الاول. بس اللي كان موقف او محجم فلومنسي من فكره ان هو يهاجم، ان كان فلومنسي دايما بيهاجم من فكره كينو، وكينو كان بيلعب سواء على ناحيه معلول، فكان سوري كان بيلعب على ناحيه محمد هاني، فكان دايما بيقفل على فكره ان محمد هاني قافل له. بس كانت الفكره كلها ان هو كان لاعب بثلاثه في نص ملعب، حاطط منهم واحد اللي هو زي اكرم توفيق بيلعب في ظهر محمد هاني زي صداده وراه، فزي ما انت بتقول كده كان بينزل اول ما يروح كينو على محمد هاني واحد لواحد، كان دايما بتلاقي معاه ايه، اكرم توفيق قاعد معاه هناك قافل صداده معاه، فكان ده اللي قافل ومحجم الناحيه دي. فعشان كده الشوط الثاني هو بدلها وودى كينو الناحيه اللي هي بتاعت علي معلول، وبيبدا يلعب على النقطه دي كمان. اللي ضيع بقى او اللي سهل الموضوع خالص ان انت 1-0 لما اتحسب عليك ضربه جزاء. وعامه يا جماعه الاهلي انا بالنسبه لي كان ليه ضربه جزاء، دي وجهه نظري، اللي هي الكوره اللي هي اتخبط فيها كهربا وهو طالع بيشترك مع اللعيب زقه. دي وجهه نظري، ممكن تكون غلط وممكن تكون صح، بس بشكل عام هي ما اتحسبتش وما كانتش هتاثر قوي في نتيجه الماتش، لان الاهلي كان مرهق من ماتش الاتحاد والفرقه التانيه جايه جاهزه. بس في نفس الوقت الغريب واللي انا ما فهمتوش ان كولر بيهتم بالبدني، وفجاه من الدقيقه حاجه و60 لعيبه الاهلي كلها، يعني الدقيقه مثلا 68 69 لعيبه الاهلي كلها بدنيا راحت نازله منك حرفيا. مفيش ولا لعيب في كوره بانت قوي محمد هاني بيجري ورا الهاف اليمين بتاعهم،
مش فاكر اسمه اللي نزل ده، اللي هو كان شعره ابيض، مش قادر يجري، هو مش قادر يجيبه، بيحاول يجري معاه مش قادر. فده اللي يدل على ان البدني بتاع لعيبه الاهلي سقط في الحته دي، فلعيبه الاهلي ما كانتش قادره تجازف، فكان المفروض ان الاهلي يخلص الماتش من الشوط الاول اللي جات له فيه كميه فرص مش طبيعيه. برضو المشكلتين اللي انا بالنسبه لي شفتهم ان الاهلي عملهم، ان انت سحبت، ودي اللي ريحت قوي مع فلومينسي وبانت قوي بعد الجون الاول، لما انت دخل فيك الجون الاول فانت عايز تعوض وما عرفتش تعوض بالكره بتاع بيرساوي اللي جت بعديها على طول. فان انت سحبت الراجل بتاع نص الملعب اللي كان بيقفل عند كينو، بعد كده الراجل اللي نزل مكان كينو برضو كان راجل تقيل جدا اللي انا قلت لك عليه، اللي هو الراجل شعره ابيض ده. فانت ما عرفتش تقفل بقى خلاص، انت سايبها واحد على واحد، ان لعيبه الاهلي معظمها كانت بتهاجم، فانت بقيت عندك فكره ان هو بقى هو اللي قاعد مستنيك برضو وبيلعب على فكره الكونتر اتاك، وعنده انا شفت كور مرعبه ان هو بقى بيروح ب4-2، ان الكوره بتتلعب طك طك بلاقيه بيروح 4-2 زي ما الاهلي كان بيعملها الشوط الاول، هي الموضوع اتبدل بس. فان انت سحبت الراجل بتاع نص الملعب اللي هو اكرم توفيق اللي هو الثالث، وما حطيتش حد ونزلت رقم 10 اللي هو ايه، قفشه. انا قفشه بالنسبه لي بشوفه ان هو مش احسن حاجه بالنسبه للاهلي بشكل عام، هو محترم وعلى عيني وعلى راسي ومؤدب وكل حاجه ولعيب كوره مش وحش وكل حاجه برضه، بس مش يليق مع طريقه كولر فكره ان هو لعيب رقم 10 لما بيعرفش يدافع، انا بشوفها كده. فانت سحبت الراجل بتاع نص الملعب، فبقيت فضيت فكره ان انت سايب مروان عطيه في النص وامام طاير وبيرجع وقفشه ما بيرجعش كتير، فكان عندك مشكله في نص الملعب، فضيت الراجل الوحيد اللي بيعرف ياخد لك الكره وبيروح يقفل على الجزء اللي هو مع محمد هاني، فانت بقيت عامل مشكله او فجوه في نص الملعب، وهو بالعكس راح منزل كمان فيرود تاني، فبقى عنده زياده وبقى بينزل الراجل رقم 7 اللي عندهم ده، اللي هو كان بيلعب من اول الشوط الاول، انا مش فاكر اسمه الصراحه، كان بينزل تحت دايما ياخد الكوره اللي هي من اول نص الملعب وبيفضي لنفسه مساحه بيلعب في الحته دي وبيقدر يطلع بالكوره من هناك. كان في باين قوي الجزء البدني او العضلي بالنسبه للفرقه اللي هي بتاعه البرازيل فارق عن لعيبه الاهلي في الشوط الثاني، بان قوي. نفس الحاجه اللي انا ما فهمتهاش بقى ان انت خرجت الاثنين اللي هم اصلا يعني هم انانيين ومش احسن حاجه، بس احسن من الكواليتي اللي عندك اللي نزل، اللي هو طاهر و... وكريم فؤاد، اللي انت طلعت بيرستاوي يعني والتاني اللي هو الشحات، سوري اللي هو كهربا، بالنسبه لي كانوا فارقين. انا بحس في الاهلي ان هو عنده فرقه وعنده دكه، بس دكه الاهلي مش زي الفرقه اللي بتلعب او مش زي ال11 اللي بيلعبوا، ال11 اللي قاعدين بره او الدكه اللي بتلعب اللي هم الخمسه او السته اللي بينزلوا سواء الاهلي بيبدل فيهم يعني بشكل عام، مش زي ال11 اللي بيلعبوا، فده كان ناتج بسبب ان انت عملت فجوه كبيره قوي وعايز تلحق تحصل، فده كانت المشكله اللي عامله لك ازمه طول الماتش. هل الاهلي خسر الماتش علشان هو تغييرات بس؟ لا، فكره ان اللعيبه كمان سقطت منك في الماتش، اللعيبه بعد الجون لما كانت عماله تضيع وكانت حاسه ان هي هتجيب وفجاه دخل فيها جون وبالعكس دخل فيها التاني، اللعيبه بالبلدي كده هبطت، ما بقتش قادره خلاص، اللي هو انا هعمل ايه، ومش قادر يجاري بقى، لان هو لاحظ ان هو بعد الجون التاني هو مش لعيبه الاهلي مش قادره تجاري لعيبه فلومينسي في الجري في السبرنتات في الواحد لواحد في الالتحامات في كل حاجه، فالموضوع كان صعب، فده كان ناتج خساره الاهلي. بالنسبه لي كولر يتحمل جزء كبير جدا من الماتش، لان هو كان يقدر ان هو يفنش الماتش، ان هو لو قرص على اللعيبه وان هو كان يقدر يحافظ حتى على الماتش، ان هو يروح لحد ضربات الجزاء، فكره ان احنا نروح اكسترا تايم بعد كده نروح ضربات جزاء، انك انت كنت تسيب اكرم وما تغيرش في الوقت الحالي اللي هو من الاول، كنت هتصبر شويه، جات لك كذا كوره بعديها كنت ممكن يعني تيجي في الماتش تاني ب1-1 ونلعب على كده ونقفل زون ونحافظ لحد ما نشوف الدنيا هتروح فين، لكن انت فتحت وعايز تكسب، فده كان عامل او كنت عايز تعدل، فكان ده عامل لك مشكله كبيره جدا ان انت فضيت نص الملعب خالص وبقت اللعيبه كلها بتطير، فانت بقيت بتسيب بس هما 3 ورا من ساعه حتى ما نزلت، هو حاول يعني يعملها كده في الاخر ان هو يحافظ شويه ان هو نزل رامي ربيعه، فكان الموضوع برده في الشلاحات بس. مبروك لفلومينسي، هنشوف بقى الاهلي هيعمل ايه في مركز ثالث ورابع. هنتفرج برده النهارده على الماتش بتاع مانشستر سيتي النهارده النص النهائي التاني، نشوف بقى مانشستر سيتي هتعمل ايه، بس بنسبه كبيره هتكسب يعني. سلام.